بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. أحبتي في الله، بلغتني أخبار سارة بنعم. الله أكبر. وكانت هذه غزوة اسمها غزوة الصناديق. كان السلف عليهم رحمة الله يقولون لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، يعني يوم ما اموت شوف انا كم يمشي في جنازتي، وانت اما تموت شوف كم يمشي في جنازتك. بيننا وبينكم ايه؟ يوم الجنائز. النهارده في زماننا بيقولوا لنا بيننا وبينكم ايه؟ الصناديق. بيننا وبينكم الصناديق. وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق، وقالت الصناديق للدين نعم. فنكبر تكبيرة العيد، قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شكر الله لإخوتي أهل امبابة، كانوا من أحسن الناس استجابة. جزاكم الله خير، بحبكم في الله، أنتم أهلي ورجالي، جزاكم الله خيرا. أنا كنت بتابع كله بفضل الله عز وجل، ولكن أنصفنا الله الحمد لله، لأنهم كانوا بيقولوا يعني إيه، كانوا مخوفيننا. كانت كل برامجهم التلفزيونية وكل جرائدهم كان مولد يا جماعة، فالحمد لله رب العالمين. بس هم دلوقتي طالعين في نغمة ايه؟ خلاص الدين هيدخل في كل حاجة، واحنا بنقول لهم ايه؟ نعم هيدخل. مش انتوا قلتوا الصناديق تقول خلاص؟ الشعب مش دي الديمقراطية بتاعتكم؟ الشعب بيقول عايز ايه؟ الشعب بيقول نعم للدين، صح؟ نعم خلاص، هي نعم للدين، احنا عايزين دين. واللي يقول ده خلاص بلد ما نعرفش نعيش فيها، انت حر. الف سلامة. يعني ايه عندهم تأشيرات كندا وامريكا هم حرين، لكن البلد الشعب، انتوا ديمقراطيتكم بتقول لي الشعب بيقول ايه؟ الشعب قال عايز دين، خلاص عايز دين اديله دين، واحنا بتوع الدين. انا بحبكم في الله. نيجي لموضوعنا بقى وقلنا أننا سنبدأ كل درس بأسهل طريق إلى الجنة، أسهل وسيلة للوصول إلى الجنة. وذكرنا أن أسهل طريق للوصول إلى الجنة سلامة الصدر. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت إيماننا ونجنا من الفتن وعافنا من البلاء واكفنا شر الأشرار. سلامة الصدر. عشان كده بنقول كل اللي قالوا لا احنا مش زعلانين منهم، بس عرفوا مقامهم وعرفوا قدرهم وعرفوا قدر الدين، واحنا اتحطينا في ميزان، وبفضل الله ميزاننا اللي علي الحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان. انا ادعو في هذه الظروف التي نعيش فيها الى التيسير على الناس، فلذلك معلش انقلوا دعوتي هذه وشاركوا أنتم فيها. نريد من السادة الجزارين يخفضوا اللحمة بمناسبة هذا النصر، هذا العيد. عايزين نخفض سعر اللحمة شوي أرجوهم. وبقول للسادة الفكهانية يخفضوا أسعار الفاكهة شوي، وبقول للخضرية يخفضوا أسعار الخضار شوي، وبقول للإخوة اللي استغلوا فرصة تعبئة السلع، رز وسكر وفاصوليا ولوبيا وعدس، خفضوا أسعار هذه السلع شوي. نريد أن يعيش الناس فعلا في سعادة وهدوء وراحة بال، لأن الظروف اللي مر بها الناس في خلال الشهرين اللي فاتوا
شهر 2 وشهر 3 يعني الدخل صار أقل شوية، فخففوا كل من يستطيع التخفيف على المسلمين فندعوه إلى أن يخفف على المسلمين حتى ولو جزء من مكسبه. يعني بدل ما بيكسب في كيلو اللحمة مثلا 2 جنيه خليها جنيه، وانا عارف ان هم بيكسبوا 10 جنيه الشاهد ايه؟ اللي بيكسب في حاجة جنيه خليها 50 قرش، وهكذا. ولعل الله يبارك في القليل. اللهم بارك في أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا حي يا قيوم. فجاني ان بعض الإخوة كان متحمس لله. طب ليه؟ يقول احنا هنرضى بدستور مرقع، بدستور ملزق، بدستور مش. يا ابني القضية مش قضية دستور، هي القضية أن انقسم الناس إلى فسطاطين. فسطاط دين اللي فيه كل أهل الدين، كل المشايخ اللي كانوا بيقولوا نفسنا أهل الدعوة يتجمعوا كلهم، اتجمعوا كلهم. كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا إيه؟ نعم، كلهم بلا استثناء. يعني إخوان وتبليغ وجمعية شرعية وأنصار سنة وسلفيين كله كان بيقول نعم في جهة، وقصادهم من الناحية التانية ناس تانية. فما فيش يعني يبقى شكلك وحش لما تبقى في الناحية اللي مش فيها المشايخ، صح ولا لا؟ حتى ولو كنت مقتنع ان الدستور ده في 60 ده، واحنا الدستور هيعمل لنا ايه؟ بس كانت كده. عشان كده كان الخوف، كنت خايف صراحة، كنت خايف لا الناس يخذلونا، لكن الحمد لله ربنا طمنا بيكم وطمنا عليكم. وأسأل الله عز وجل أن يديم بيننا نعمة الحب في الله. إنك أحيانا لما الشيخ يقول لك تقول حتى ولو على خلاف هواك، حتى ولو على خلاف هواك. ما بقولكش تابعني في الغلط، لا، ولكن كن على ثقة في مسائل الدين أنني لن أختار لك إلا ما يرضي الله. احنا مش سياسيين ولا عايزين منها حاجة. تأكدوا من محمد حسين يعقوب، هذا وعد أقطعه أمام الله. لا عمري هنضم الحزب ولا عمري هترشح في أي حاجة في الدنيا. أنا هفضل دوري، وده الكلام ده أنا قلته طول عمري. فاكرين في النفق في امبابة أن الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى. الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، زي المصحف اللي مكتوب عليه وقف لله تعالى. فكما لا يجوز إخراج المصحف من المسجد لأنه وقف للمسجد، فكذلك لا يجوز إخراج الداعية من الدعوة. منهجنا بيقول كده، أننا كسلفيين دعاه إلى الله، نطلب العلم الشرعي ونعلمه إلى الناس وندعو إلى الله على بصيرة، ولن نغير هذه الوظيفة. اشهدوا علي أمام الله وحسبوني عليها يوم من الأيام لو رأيتم منا غير ذلك. فلذلك الذي لا يطمع في منصب ولا في جاه ولا في سلطان ولا في وزارة ولا في شيء يختار لك ما يرضي الله وإن أغضب البشر كلهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى. ما تخافوش، خلاص البلد بلدنا. صلى على الرسول، صلي، صلى الله عليه وآله وسلم.